طالب عضو مجلس الشورى المستشار القانوني سعود الشمري بمساءلة مسؤولين في وزارة الصحة بسبب الإهمال الذي صاحب ظهور فيروس كورونا، معتبرا أن الإهمال جريمة وله بعد جنائي يجب أن يعاقب عليه. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية وحالتي وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تأكيدها في السابق وتماثلت للشفاء 3 حالات. وبهذا العدد يصبح عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى المملكة 511 إصابة و157 حالة وفاة رحمهم الله. كيف أنت دكتور صالح تشوف هذه المطالبة من عضو مجلس الشورى المستشار القانوني سعود الشمري بمساءلة المسؤولين في وزارة الصحة عن الإهمال؟ احنا طبعا أمس سمعنا خبر من وزير الصحة أنه سيحاسب ويساءل بعض الأطباء والعاملين في مستشفى الملك فهد في جدة، لكن المبدأ بشكل عام المحاسبة والمساءلة كيف أنت تشوفها؟ والله أولا هذا ترسيخ لما أعلنه خادم الحرمين الشريفين أيام أحداث سيول جدة. ما هي جديدة المسألة ولا هي يعني اعتبر الملك عبد الله قال بالحرف الواحد هنالك سيحاسب كائنا من كان من يثبت عليه التقصير في المهام التي توكل إليه، خاصة أنه يعمل في وظيفة عامة. هؤلاء الناس الذين لا يتحركون إلا بعد أن يقع الفاس في الرأس، هذا نتيجة إهمال. هذا إهمال، ما هو ترى خطأ. الأخطاء بشر، احنا نخطي ونصيب، ولكن مع الأسف عندما تقارن ما يبذل من أموال من يعني شيء ميزانية دول، صحيح، ميزانية وزارة الصحة وغير وزارة الصحة، ولكن عندما تشوف النتائج وتحاكم هذه الأرقام على أرض الواقع لا يلمسها. أنا أبغى المسؤول، ما هو اللي يقول أنا سويت وأنا فعلت، لا، أنا أبغى المواطن يقول سوى وفعل. هم اللي يتحدثون الناس المستفيدين. احنا يعني مثل التقرير اللي ذكرته طال عمرك، صرح فلان وصرح، انا ابغى المواطن يحدث شفنا كذا وما شفنا كذا، وان ياخذوا كلام المواطن انه مصداقيه، ولو عيب يعترف يقول ان اخطينا، ولو عيب ان يقول والله كان عندنا اخطاء وهنالك مقصرين. هذه وظيفه عامه. لكن في تحول الان في وزاره الصحه. شوف القضيه مي قضيه اشخاص، اسمح لي اقول لك اياها. القضيه مو بشيل فلان وحط فلان، القضية أكبر من ذلك. القضية إعادة هيكلة فكر ونظرة للوظيفة العامة والوظيفة الحكومية، في نظرة لمراقبة الله سبحانه وتعالى، لنظرة للوفاء لمن أعطاهم الثقة وهم ولاة الأمر. أعطاهم الثقة ولا بد يكون أهلا لهذه الثقة، والإنسان الذي لا يستطيع أن يؤدي مهامه كما ينبغي عليه أن ينسحب، وأشرف له. وأنا أعتبره يعني يكون أكثر ولاء لوطنه عندما ينسحب، عندما لا يجد فرصة.